مساء الفل على كل متابعينا. فيلمنا النهارده بيحكي عن الخيانة الزوجية وقد ايه الشك بيدمر اي علاقة زوجية، وبنشوف ان بعد الزوجة ما بتقع في علاقة محرمة بسبب الشك، هل تتوقع ان جوزها هيسامحها بعد ما تكتشف كمان انه ما كانش بيخونها وانها ظلمته وتسببت في جرح كبير في علاقتهم؟ وهل هينفع يعيش معاها بعد خيانتها ليه ولا لا؟ تعالوا نشوف الزوج المخدوع هيتصرف ازاي. بس قبل ما نبدأ فيلمنا يا ريت تعملوا لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفنا اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل ملخصاتنا. وبدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا مع الزوجين لورا وكريغ وابنهم جيمي، وكانوا راجعين من رحلة بالقارب بتاعهم، ومن كلامهم بنعرف إن كريغ شخص مهتم بعمله على حساب بيته، وكانت لورا بتكلمه على تصليحات عايزة تعملها في مطبخها وهو ما كانش مهتم. وفي الوقت ده جاله تليفون من سكرتيرته هنا، وبنلاحظ إن في شخص مركز نظره على لورا. ولما خلص جوزها مكالمته بيبقى واضح إن لورا مش حابة مكالمته كتير مع هانا، وهما مشغولين بكلامهم جيمي بيقع في المية وجرى عليه الشخص اللي كان مركز مع لورا وأنقذه، وبنعرف إن اسمه إليو، وده خلى كريغ يعزمه على الغدا معاهم. وكان موجود كمان جيرانهم ميرا وجوزها بيل، وميرا اتكلمت مع لورا عن إليو وبتقول لها إنه شاب رياضي وجذاب، وكانت معجبة بيه جدا. وهم على الأكل بيعرفوا إن إليو فن ديكورات، وعلشان لورا كانت عايزة تعمل مطبخها فعرض عليهم إن هو اللي يعمل الديكور، ورحب كريغ بالفكرة وطلب منه إنه يبدأ شغل. وتاني يوم بدأ فعلا إليوت الشغل، بس حصل حاجة غريبة. لما لورا سابته وطلعت دخلت الحمام طلع وراها واتجسس عليها، لكن هي ما خدتش بالها، وراحوا المتجر علشان يشتروا حاجات للمطبخ، وابتدى إن هو يتقرب منها ويأكلها بإيده كمان. ولما عجبها الأكل اللي أكلته بيعرفها إنه من مخبز في المدينة كان متعود يروح هو وأمه. ولما سألته عن أمه عرفها إن هي عايشة في بلد تانية وإن هو اللي بيهتم بيها. وفي يوم كان شغال وجات ميرا جارتهم وحاولت إنها تتقرب منه وسألته إذا كان ليه حبيبة، وكان رده إن هو حاطط عينه على واحدة ومعجب بيها. وهنا لورا شافت إن القارب بتاعهم مفتوح، ولما دخلت فيه لقيت ملابس نسائية وفكرت إن جوزها بيخونها. ومن كلامها مع إليوت بيظهر إنها شاكة إنه بيخونها مع سكرتيرته، وإليوت بيستغل الموقف وبدأ يشوه بصورة جوزها وعرفها إن هو ما يستحقهاش وإنها لازم تاخد بالها من الناس اللي بتحبها. وهنا طبعا هو بيقصد نفسه وتعامل معاها بالاهتمام اللي هي مش لاقياه مع جوزها، وبيظهر إنه مش طبيعي لما بنشوف إنه قاصص في كل الصور أزواج أمه، وبيبقى زي العيال الصغيرة وبينده على أمه. وتاني يوم لما راح البيت بدأ إنه يتقرب لجيمي، ولورا بتلاحظ ده وبتقول له واضح إنه بيحب الأطفال، وكان رده غريب عليها وهو إنه ممكن يربي ولد حتى لو كان مش ابنه. المهم عنده إن هو يكون عيلة، وبيقرر مرة تانية إنه يتجسس عليها وهي في الحمام، بس المرة دي بيفتح الحمام وبيدخل عليها وبيحصل بينهم علاقة محرمة. وفي يوم كانت مع جوزها عند القارب وعرفت منه إن في أولاد وبنات بيستغلوا إن القوارب مفتوحة وبيدخلوا يقضوا الليلة فيها. وقتها لورا حست إنها ظلمته في موضوع هانا، وعلشان كده طلبت من إليوت إنه ينسى اللي حصل، وإنها كمان كرهت نفسها بسبب اللي حصل بينهم. لكن هو قدر إنه يلعب بعقلها وقرر علاقته المحرمة معاها تاني. وفي يوم جالها وجايب لها ورد بمناسبة عيد ميلادها، وهي كانت مستغربة تصرفه معاها وكمان مستغربة إنه عرف إزاي يوم عيد ميلادها. ولما دخل علشان يشتغل راحت له وعرفته إنه شخص كويس، بس هي بتحب بيتها وعيلتها ومش هتقدر إنها تكمل معاه، وطلبت منه إن هو يسيب الشغل في بيتها. وعلى الرغم من كده كان موجود في حفلة عيد ميلادها، وأخدوا كريغ علشان يعرفوا على السكرتيرة هنا. وكان إليوت متضايق إن شايف لورا وكريغ سعداء مع بعض، وحاولت هانا إنها تتقرب منه علشان بدأت تعجب بيه، لكن هو ما كانش مركز معاها خالص وكان مشغول إنه يراقب تصرفات لورا. وبعد الحفلة ما خلصت راحت له هانا على القارب بتاعه، ولورا هنا لما اتأكدت إن جوزها مش بيخونها قالت له إنها شافت ملابس نسائية في القارب بتاعهم وظلمته وكانت عايزة تعترف له، بس هو ما ادهاش فرصة للكلام. وبنروح لإليوت وهانا وكانت في القارب بتاعه، وبعد ما قضوا ليلة حلوة مع بعض لاحظت إن مشاعره باردة معاها، وشافت إنه حاطط الصورة لورا عنده وقالت له وقتها إنه مجنون، وهو غضب وخنقها وقتلها. وتاني يوم دخلت لورا المطبخ واتفاجئت إن إليوت معلق ورقة مكتوب عليها إنهم لبعض ومش هيسيبها أبدا. ولما خرجت من البيت لقيته في وشها وقال لها بمنتهى الجنون إنه جاي يكمل شغله، ولا كأنها عرفته قبل كده إن شغله انتهى في البيت. وده خلاها تحس بالدهشة وفهمته إنها طردته ومش عايزاه يكمل شغل ويبعد عنها، وإنه كمان لو ما بعدش عنها هتبلغ الشرطة. وقتها هو غضب
وهددها إنه هيعرف جوزها وابنها باللي حصل بينهم وتهجم عليها، ولكن أنقذها خروج ابنها وفهمت وقتها إنه مش طبيعي، وابتدت إنها تدور عن أي معلومات عنه، وشافت إن في واحدة بتحذر إن حد يطلبه للشغل علشان هيدمر حياته، وسألت عن الست دي وعرفت عنوانها. ولما راحت لها وسمعت اسمه كانت في الأول خايفة تتكلم، وبعد كده عرفتها إنها خسرت جوزها وعيلتها بسببه، وإنه كمان شخص مجنون، وقالت لها دوري على اللي عمله مع أمه. وهنا جيرانهم عرفوا إن الشرطة لقت جثة هنا، وحاولوا إنهم يتصلوا على كريج ويعرفوه، بس وقتها هو كان مشغول في مكالمة. وفي نفس الوقت هجم عليه إليوت وخدره، وسمعت لورا صوت خبط في البيت فنزلت وكانت خايفة، وشافت إن صورتها مع جوزها مش موجودة، وبيظهر إن إليوت أخدها وشال كمان راس جوزها زي ما بيعمل في صور أزواج أمه. وبنشوف كمان إنه ربط كريج في القارب، ولما كريج فك نفسه وشاف صورة مراته عنده هجم عليه وقتها وفضل يضرب فيه وبيقول له إن لورا ملكه. وكانت لورا مفكرة إن كريج في رحلة في البحر، ورجعت تاني تكمل بحثها عن إليوت. وقتها افتكرت لورا المخبز اللي قال لها إن هو بيروحوا مع أمه، وراحت هناك وشافت صورته مع أمه متعلقة. ولما سألت صاحبة المكان عنه عرفتها إنه كان ولد تصرفاته غريبة، وإنه كان دايما بيعمل مشاكل لأمه بتخلى زواجها يسيبوها. ولما كبر وبعد عنها هي اتجوزت، لكن إليوت كان عايز يرجع يعيش معاها تاني لأنه كان متعلق بيها جدا، لكن جوز أمه رفض وجوده معاهم. وبعد كام يوم اتحرق البيت، وكانت أمه وجوزها جواه وماتوا هما الاتنين. وقالت لها كمان حاجة مهمة جدا، إنه كان عندها من يوم واشترى منها علبة حلويات، وعرفها إنها للست اللي هيتجوزها وإنها أرملة وعندها ولد اسمه جيمي. وفهمت لورا إن قصتها هي، وأول ما خرجت اتصلت على جوزها ولقيت برضه تليفونه مقفول. ولما رجعت البيت بتتفاجئ بوجود إليوت في المطبخ، وحاولت إنها تهرب منه وهو منعها وابتدى يتكلم معاها بطريقة كلها جنون. ولما سألته عن جوزها غير الموضوع وكررت السؤال عليه. وقتها هو غضب إنها مهتمة بجوزها ومش مهتم بيه هو، وقال لها إنها زي أمه بالظبط. ولما لورا واجهته بحادثة أمه بيبان إنه هو اللي حرق البيت وموت أمه وجوزها، وقرر إنه يعاقبها وأخدها وربطها في الأوضة. وبتخدعه لورا وبتاخده على قد عقله، وقالت له إنها بتحبه وكمان خلته يفكها. ولما حاول إنه يقرب لها كانت عايزة تهرب، بس هو مسكها وكان هيعتدي عليها، لكن بيفتح جيمي الباب وافتكر هو وقتها إنه كان في نفس الموقف مع أمه، وحصلت له لحظة تشويش. واستغلت لورا الموقف وضربته بالإزازة وأخدت جيمي وخلته يهرب. في الوقت ده هجم عليها إليوت وضربها، وبنشوف إنه لفها في مشمع وكان عايز يتخلص منها، لكن لورا كان معاها سكينة وقدرت إنها تفك نفسها. ولما هجم عليها طعنته بالسكينة وشافت دم ومشيت على أثره لغاية ما وصلت للمكان اللي موجود فيه جوزها. وهي بتحاول تفكه شافت إن إليوت موجود وخرجت وحاولت إنها تهرب، وطلعت مبنى علشان تلاقي فيه أي تليفون تتكلم منه وتطلب المساعدة. وهو كان في الوقت ده وراها وقدر إن هو يمسكها وحاول إنه يقرب لها، بس هي وقتها ضربته ووقعته من فوق المبنى ومات. وقدرت إنها تخلص منه وتنقذ جوزها. وبكده يكون خلص فيلمنا بالعربي. لو عجبكم ملخص ما تنسوش اللايك والشير، وما تبخلوش علينا برأيكم في التعليق، وفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل ملخصاتنا. سلام.